اليوم الرابع والخامس من عمر الكتكوت الأبيض. معلش يا جماعة بتأخر عليكم في التسجيل، بصور فعلا الفيديوهات بس مش بلحق ان انا اسجل. زي ما انتوا عارفين رمضان بقى، كل سنة وانتوا طيبين، ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب، اللهم امين. احنا وانتوا جميع المسلمين وبالاخص اخواننا الفلسطينيين في غزة، ربنا يجعل رمضان فتحة خير ونصر عليهم. ادعوا لهم ان ربنا ياخد بيدهم يعدي المحنة اللي هم فيها دي على خير. تعالوا بقى نكمل باقي البرنامج بتاعنا. والنهارده اليوم الرابع والخامس والادوية اللي احنا هنزلناها، وهنبتدي كمان ان احنا نفتح تهوية للفراخ. انا قلت طبعا كده في الفيديو اللي عدى من اليوم الرابع هنبتدي نفتح تهوية للكتاكيت، لان احنا محتاجين ننزل الحرارة درجة في اليوم الرابع. نصلي بينا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. محتاجة اوي لدعواتكم، محتاجة لدعمكم وتشجيعكم ليا. ابسط حاجة ان انتوا تقدموها لي ان انتوا تحطوا لايك على الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة لو انتوا مش مشتركين. ولو عندكم اي سؤال او عندكم اي استفسار بخصوص تربية الفراخ البيضاء او البلدي او البط، اتفضلوا اكتبوا في التعليقات. انا ان شاء الله ربنا بيقدرني ان شاء الله وارد على كل الاسئلة اللي بتجيني على الفيديوهات بتاعتي. ولو انت ما عندكش اي سؤال، صلي بينا على رسول الله، اكتب اي ذكر يجي على لسانك، ان شاء الله الثواب يكون في رمضان كبير. ودع دعوة من قلبك لاخواننا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم يا رب، اللهم امين. نيجي بقى عند اليوم الرابع والخامس، ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده بخصوص التهوية وبخصوص الحرارة، لان في ناس طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن الموضوع ده، مع اني كنت اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن موضوع التهوية والحرارة، بس هركز قوي على النقطة دي في الفيديو ده بالذات. الاول بس هقولكوا على الادوية اللي احنا المفروض ننزلها. طبعا احنا قلنا واتفقنا ان احنا هننزل اول 3 ايام من عمر الكتكوت هننزل مضاد حيوي، زي ما احنا اتكلمنا في الفيديوهين اللي قبل كده، الفيديو بتاع الاستقبال وبعد كده الفيديو التاني اللي اتكلمنا فيه عن المضادات الحيوية. هنبتدي بقى من اليوم الرابع وممكن يكون كمان من اليوم الخامس، يعني في ناس ممكن تنزل المضاد الحيوي لحد اليوم الرابع يكون اخر يوم في المضادات الحيوية، ونبتدي بقى ان احنا ننزل فيتامينات من يوم الخامس. انا عن نفسي ان شاء الله هنزلها من اليوم الخامس، لان انا يوم كامل ما نزلتش فيه مضادات حيوية خالص، وقلت الكلام ده في الفيديو اللي قبل كده. المضاد الحيوي عندي نزل تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، اليوم الخامس هيبقى بداية للفيتامينات. طب ايه هي الفيتامينات اللي احنا هنحضن عليها هنستمر عليها 3 أو 4 ايام كمان؟ فيتامينات واملاح معدنية. الحاجتين دول مهمين جدا ان احنا نحضن عليهم علشان ما يحصلش عندنا مشاكل زي الكساح، زي الافتراس، النهش اللي بيحصل في الفراخ بسبب نقص الكالسيوم والاملاح المعدنية. ده غير الكساح اللي برضو بيكون سبب من اسبابه ان يكون في نقص فيتامينات وكالسيوم في الفراخ. بس طبعا نخلي بالنا من موضوع الكساح ده، لانه بيكون ليه اسباب تانية غير نقص الفيتامينات والاملاح المعدنية. يعني الفراخ لو عندها اسهالات ممكن ده يعمل عند الفراخ كساح، اسهالات كوليستيريدية. لو عندها سموم برضو ده يعمل عند الفراخ كساح. لو في رطوبة، لو في قلة تهوية في المكان برضو هيعمل عند الفراخ كساح. فنخلي بالنا لبعض الناس اللي هي أول ما بتلاقي عندها كساح في الفراخ أول حاجة بتدور عليها هي الفيتامينات الأملاح المعدنية، أو بنجيب مثلا الفيدروب البشري من الصيدلية البشرية بننزله للفراخ على أساس إن احنا نعالج بيه الكساح. طبعا هو هيعالج معانا لو في مشكلة تخص الكالسيوم، انما لو في كوليستيريديا وفي سموم، في مشكلة في التهوية، في مشكلة في الفرشة عندي فيها رطوبة، ده مش هيبقى مش هيفيد بحاجة ان احنا ندور على كالسيوم وننزله للفراخ. ده بيبقى احنا كده بنضيع فلوس على الفاضي. لو ظهرت عندك مشكلة كساح اتأكد الأول سبب الكساح ده هيكون ايه، إذا كان في إسهالات في الفراخ أو في سموم. لو مفيش حاجة من الحاجات دي كلها ممكن وقتها يكون السبب نقص ايه، كالسيوم وأملاح معدنية. الجرعات هتبقى كالآتي: أول 12 ساعة هيبقوا أملاح معدنية، طبعا هنغير المية كل 6 ساعات. باقي اليوم هيبقى فيتامين ه سيلينيوم وبه كاف كولين، الاتنين دول هينزلوا مع بعض سوا واحدة. فيتامين ه سيلينيوم قلنا ده رافع مناعة، قلنا ده رافع للوزن، ده كمان علاج لحالات التشنجات اللي بتظهر عند الفراخ اللي بتبقى عبارة عن التواء في الرقبة، ده بيكون سببها نقص فيتامين ه. الحالات دي اللي بتظهر في العمر الصغير، وبعض الناس بيشخصها على انها نيوكاسل، بس هو النيوكاسل مش بيظهر في العمر الصغير انما بيظهر في العمر الكبير. في العمر الصغير بتبقى نقص فيتامين ه سيلينيوم، فاحنا هننزل اله سيلينيوم مع البه كافكولين. برضو البه كافكولين في ناس كتير جدا في التربية المنزلية مش بتهتم ان هي تحضن على به كافكولين، وده بيكون سبب لحالات رخو ولين عظام عند الفراخ. في العمر الكبير بتلاقي ان الفراخ برضو مش قادرة تقف على رجليها، مش قادرة توصل للاكل والشرب. سعر يعني الفيتامين ده مش هيبقى غالي ولا مكلف لدرجة ان احنا ممكن نخسر خلال الدورة فرخين او 3 أو 4 بسبب مشكلة لين العظام
والرخو اللي بتكون موجودة عند الفراخ. فيتامين ب ك كولين برضو من الأدوية المهمة اللي لازم ان احنا نحضن عليها أول أسبوع أو 2 من عمر الكتكوت. ده بالنسبة للأدوية اللي هي هتنزل معانا كده لحد اليوم السابع أو اليوم الثامن إن شاء الله. اليوم السابع ده هيبقى ليه فيديو كده منفصل لوحده. طيب نتكلم بقى في موضوع التهوية والحرارة. في ناس كتير بتشتكي من موضوع التهوية والحرارة، مش عارفة توفق ما بين الاتنين. في بعض الناس بتضطر ان هي تكتم تقفل المكان كله عشان تقدر ترفع درجات الحرارة، وفي نفس الوقت لو احنا قلنا هوي بتهوي، التهوية بتبقى على حساب الحرارة، فالحرارة بتنزل وبيحصل عند الفراخ مشاكل تنفسية. وفي نفس الوقت لو هي كتمت برضو التكتيم في المكان برضو بيعمل عند الفراخ مشاكل تنفسية. طب احل المشكلة دي ازاي؟ نبدأ من الأول، من عند الاستقبال، من أول يوم الاستقبال، المكان اللي أنا مجهزه عشان أستقبل فيه الكتاكيت درجة الحرارة أظبطها فيه ازاي. طبعا احنا قلنا قبل كده في كذا فيديو ان احنا هنكون مشغلين مصدر التدفئة، الدفايات أو الشعلات أو اللمبة اللي احنا بندفي فيها في المكان اللي احنا هنستقبل فيه قبلها ب12 ساعة علشان الفرشة والحيطان المكان كله يبقى دافي. طيب معروف ان هيبقى فيه اختلاف ما بين الليل وبين النهار. اول حاجة هنعملها ان احنا هنظبط الحرارة بالليل على 33. يعني انا احط اللمبات، اشوف المكان عندي، محدش يقول لي انا بحط في المكان لمبة او 2 وبرضه الحرارة نازلة. الكتاكيت ملهاش علاقة انت حاطط كام لمبة، المكان اللي عندك مش زي مكان اللي عند غيرك. يعني لو في حد عنده المكان دافي الرطوبة فيه قليلة ممكن ان هو يدفي المكان بلمبة او ب2، ما ينفعش انا كمان اقول مثلا حد زيي مركب لمبة او 2 مدفي بيها الكتاكيت. كل مكان يختلف عن المكان التاني. يعني انا بحضن في كرتونة، فالشيء طبيعي الكرتونة بتبقى محتفظة بالحرارة، بربي عدد صغير فحاطة كده كرتونة، فالكرتونة محتفظة بالحرارة فممكن ان انا ادفي بيها بلمبة او 2. انما انا لو مربية عدد اكبر في مكان اوسع، حيطان بقى وسقف والدنيا دي، فالموضوع ده بياخد معايا حرارة اكتر، بيستهلك معايا تدفئة اكتر، فما ينفعش في الوقت ده اقول ان انا هحط لمبة او 2. نشوف الحرارة هتوصل عندي في الترمومتر لحد 33 ازاي. ايا كانت بقى هتحط لمبة 2 3 4 هشغل دفاية هشغل شعلة، المصدر اللي عندك المهم بتوصل الحرارة 33. الكلام ده يكون بايه؟ بالليل. طبعا شيء طبيعي ان بالنهار الحرارة هتعلى، بس مش مشكلة، ارتفاع الحرارة بالنهار انا هنقدر نتصرف فيه. انما لو انت ظبطت الحرارة على اساس بالنهار، هتيجي بقى بالليل تلاقي الحرارة نزلت، وطبعا تبقى انت خلاص جهزت كل حاجة وجهزت حطيت كل المصادر اللي عندك التدفئة، فكده الحرارة هتنزل فتحصل عند عند الكتاكيت مشكلة تنفسية من البداية. طب في النهار نعمل ايه؟ في النهار ممكن ان احنا نرفع سلك اللمبة لفوق شوية بحيث ان احنا ننزل الحرارة شوية. طبعا قلنا ان اول 3 ايام او 4 ايام من عمر الكتكوت مش هيكون فيهم اي تهوية خارجية، لان الكتكوت يبقى لسه صدره مش مستحمل اي هواء جاي من الخارج. بس في اليوم الرابع هنبتدي ان احنا ننزل الحرارة درجة نخليها 32. فالافضل ان احنا نفتح بقى فتحة كده صغيرة من اعلى شباك او فتحة عندنا في المكان اللي احنا بنحضن فيه، بحيث ان احنا ننزل الحرارة درجة. ده في اليوم الرابع. هنسيب بقى اليوم الرابع كده والخامس والسادس. على اليوم السابع هبتدي برضو ان انا انزل درجة تاني، يعني هخليها 31. فهبتدي بقى ان انا ازود التهوية. يعني انا كل اللي عايزة اوصله ان انت هتسيب مصادر التدفئة زي ما هي، بس كل اللي انت هتعمله ان انت كل مدى هتزود التهوية اللي في المكان شوية، لحد بقى لما تفتح كل التهوية اللي موجودة عندك في المكان. وقتها بقى عايز تنزل الحرارة، يبقى انت وقتها هتبتدي ان انت تشيل مصدر من المصادر الموجودين عندك، هتفك لمبة، هتوطي الدفاية، هتوطي الشعلة، هتعمل اي حاجة بحيث ان انت تقلل الحرارة. اخر درجة ممكن نقف عندها وما ينفعش ننزل عندها هي مثلا 26 او 25 درجة الحرارة دي، هتكمل معانا لحد اخر الدورة. حاجة كمان عايزاكم تركزوا عليها عند لما نيجي نوسع مكان الفراخ، او بعض الناس اللي هي بتحضن في مكان صغير وبعد كده بتنقل الفراخ في مكان اكبر زي كده. يعني المكان الحالي اللي انا بحضن فيه ده مكان عندي كده صغير، المكان ده اقدر اتحكم فيه ان ما يدخلوش لا قط ولا فار ياكل من الكتاكيت، بس بعد كده بنقل الكتاكيت لمكان تاني اوسع. بعض الناس مش بتبقى عامله حسابها ان هي لما تيجي توسع مكان الفراخ الحرارة بتنزل، تتفاجئ بعد توسيع المكان الفراخ حصل عندها مشكلة تنفسية. لازم قبل ما اوسع المكان او انقل الفراخ لمكان تاني اكون مجهزة المكان، هزود المكان اللي انا هزوده اولع فيه
مصدر للتدفئة بحيث ان هو يدفى، علشان لما اضيف المكان ده على مكان الفراخ الحرارة عند الفراخ متنزلش، محصلش عندي مشاكل تنفسية. ولو انا هنقل الفراخ لمكان تاني فالمكان ده برضو لازم اكون مشغلة فيه مصدر تدفئة من قبلها بيوم ب12 ساعة، بحيث ان المكان كله والفرشة يبقى دافي. ما ينفعش اخرج الفراخ من مكان دافي درجة حرارته معينة واروح احطهم في مكان لسه الحرارة فيه نازلة، الارض ساقعة، الحيطان ساقعة، وفي الاخر بقى اقول ان الفراخ حصل عندها مشكلة تنفسية. لا، اجهز المكان وادفيه وبعد كده انقل الفراخ. وخلي بالي برضو وانا بنقل الفراخ اني معرش الفراخ الهواء من المكان للمكان. يعني لو انا هنقلهم في كرتونة اكون قافلاها او صندوق اكون مغطياه، بحيث ان الفراخ ما تاخدش مني هوا في الوقت اللي انا بغير فيه او انقل فيه الفراخ من مكان لمكان. باذن الله هبقى اشرح لكم الكلام ده بشكل عملي في الفيديوهات اللي جايه. معلش طولت عليكم بس عشان مشكله الحراره والتهويه اللي فيه بعض الناس كتير مش فاهماها. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. شجعوني بلايك للفيديو واشتركوا في القناه، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.